مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده ونايت تي في. دايما في نايت تي في بنجيب الاخبار العالميه اللي حدثت خلال الاسبوع، نحرص ان هي تكون اخبار لطيفه وخفيفه بس في نفس الوقت اخبار ثقافيه فنيه رياضيه، واذا كمان كان عندنا اخبار عن الاثار في مصر او مختلف انحاء العالم بنحاول نجيبها لكم. ايه رايكم نبدا اول فيديو في حلقه النهارده، واول فيديو تحت عنوان شاهد ما الذي اكتشفه هذا الغواص بالصدفه في اعماق المياه. الغواص اللي احنا هنتكلم عنه ده اسمه جاري ليف بيفر. جاري اكتشف وهو يعني مفروض ان هو نازل اصلا يكتشف بحيرة شامبليون في فيرمونت، وهو بيكتشفها اكتشف حاجة تانية خالص. اكتشف بالصدفة حطام تابع للباخرة فينيكس اللي مفروض ان هي اشتعلت فيها النيران سنة كام بقى؟ سنة 1819. متخيلين من قد ايه؟ نتكلم عن الباخرة دي أو نعرف عنها شوية حاجات. الباخرة دي هي من أقدم البواخر المعروفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ما زالت حتى الآن آثار النيران بتاعها على عجلات أو على عجلات المجداف الخاص بالباخرة. اتوفى حوالي 6 أشخاص من بين 46 شخص كانوا موجودين ساعة ما اشتعلت النيران على متن الباخرة دي، بينما كل الناس اللي كانوا موجودين ساعتها على الباخرة هربوا. تعالوا نشوف مشاهدينا الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. There's anything left of this thing. Nothing that's intact the way these things are intact. The evidence of the charring on these paddle wheel structures that are very evocative of the intensity and the speed of the fire. To have it attached to a very specific and well-known event in the lake's history is just even that more, unusual and rare. When you see something like this that's been down there for that many years, that's going to tie this whole story together in a better vision. It's just incredible to look at. الفيديو اللي جاي مشاهدينا مهم جدا وتحت عنوان بعضهم لم يتجاوز عمره 7 أعوام، هؤلاء نجوم يوتيوب الأعلى أجرا. طبعا كلنا عارفين انه دلوقتي هو زمن السوشيال ميديا، وكان زمان الانسان عشان يبقى مشهور ويبقى غني كان لازم يتعب، كان لازم يبقى بارع او مبتكر في شيء ما. لكن الحقيقة دلوقتي بمنتهى السهولة كده، مجرد انك تصور نفسك في حياتك اليومية او تصور نفسك وانت بتغني او اي حاجة في الدنيا، بيبقى ليك مشاهدين كتير. مش بس كده، لا كمان بتوصل للثراء في فترة وجيزة جدا. طبعا بالنسبة للشباب دلوقتي بقى فيه نجوم لليوتيوب ده او اسمهم اليوتيوبرز. دلوقتي الاكثر شهرة مثلا الفيديو اللي احنا هنشوفه مع بعض ده فيه 10 من الناس اللي اصبحوا مشاهير اليوتيوب وكمان اصبحوا اغنياء. منهم مثلا انستاسيا رادزينسكايا. انستاسيا دي معروفة اصلا باسم ناسيتا، وعندها قد ايه بقى من المشاهدين؟ 107 مليون متابع على قنواتها ال7. يعني هي مش عندها قناة واحدة مثلا، دي عندها 7 قنوات عليهم 107 مليون متابع. بتنشر مجموعة فيديوهات وبتحقق مشاهدات تخطط ل 42 مليار مشاهدة. الشخص بقى الأغنى مش هتصدقوا عمره قد ايه، عمره هو طفل تقريبا، يعني عمره 7 أعوام. اسمه رايان كاجي. بلغ مجموع اللي كسبه ده بقى الأغنى، يعني ده الأغنى اللي كسبه من اليوتيوب 26 مليون دولار. طبعا هي حاجة غريبة وتستدعي كده التساؤل، وهل ده صح ولا غلط؟ الحقيقة في تساؤلات كتير جدا ومجادلات كتير جدا. تعالوا نشوف الفيديو. في 10 من اليوتيوبرز.
يلا بينا. الفيديو اللي جاي مشاهدينا تحت عنوان هكذا ظهرت بعض دول العالم من كبسولة مركبة فضاء سبيس اكس. خلال بث مباشر، الفيديو اللي هنشوفه مع بعض ده مفروض ان هو بث مباشر من داخل كبسولة مركبة الفضاء سبيس اكس كرو دراجون. الشخص اللي هيتكلم ده هو رائد الفضاء دوغلاس هيرلي. مفروض ان هو بيتحدث عن موقع المركبة دي اللي مفروض ان هو فوق المملكة العربية السعودية والشرق الاوسط، وبيقول الفيديو ان دي هي المرة الاولى اللي بيسافر فيها بشر من الاراضي الامريكية لمدار الارض من 9 سنين. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. 1 0 ignition liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. Vehicle pitching downrange. 1 Alpha. Copy, 1 Alpha. Including the media event last night, and then we proceeded to get ready for bed, which in space takes a little bit longer than I think on planet Earth. That we had to pull out sleeping bags and. Well, good morning, everyone from Endeavour. We had a great night last night, got to get a little sleep, and as you can see from the video, we are just passing over Saudi Arabia in the Middle East. A beautiful day pass right now. And heading northeast up towards Central Asia, and then we'll work our way out the western part of the Himalayas there, and work our way all the way out over, looks like Japan, out into the Pacific for this particular pass. الفيديو اللي جاي مشاهدينا تحت عنوان لويس هامilton يكرم شادويك بوزمان بتحية واكاندا للأبد بعد فوزه بالمركز الأول. سائق الفورمولا 1 لويس هامilton كرم الممثل الراحل شادويك بوزمان بعد فوزه بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى البلجيكي، إذ قام هامilton ده بتحية واكاندا للأبد من فيلم الفهد الأسود. وغرد هامilton عبر حسابه في تويتر قال: أريد أن أهدي هذا الفوز إلى تشادويك، ما أنجزه والإرث الذي تركه أمر لا يصدق بالنسبة لي، لقد ألهم جيلا كاملا من الرجال والنساء السود وقدم لهم بطلا حقيقيا خارقا يقتدون به. بوزمان الحقيقة مات عن عمر يناهز 43 سنة بعد ما قعد حوالي 4 سنين يصارع سرطان القولون. تعالوا نشوف ونرجع مشاهدين.
الفيديو اللي جاي مشاهدينا تحت عنوان شاهد رد فعل لاعب جولف عمره قد ايه 4 سنوات بعد ادخال الكرة في الحفرة بعد اول مرة، يعني من اول مرة. اللاعب اللي احنا هنشوفه مع بعض ده عمره 4 سنين، اسمه روكو ماريو. روكو ماريو من ولاية فيرجينيا الامريكية. هو بيتمرن من وهو عنده 3 سنين بس، وهو عنده 4 سنين بقى دلوقتي. الفيديو اللي هنشوفه مع بعض ده وهو بيسجل دخول الكرة أول مرة، يعني أول مرة ابتدى يلعب الكرة دخلت على طول. رد فعله كان جميل ورهيب، عشان كده والده اللي موجود معاه في الفيديو صور ردة الفعل دي وابتدى ينشرها على مواقع السوشيال ميديا، والحقيقة لقت رواج شديد. تعالوا نشوف رد فعله كان ايه. Get there. Get there. Get there. Get in the hole. Go in the hole. What? What? Rocco, you just hit a hole in one. Rocco, you just hit a hole. There's no way. Not hitting the ball. Oh. Go get it! Dude, he just hit a hole in one. Get the ball! It's on video too. الفيديو اللي جاي مشاهدينا تحت عنوان مختص يخترع تقنية مبتكرة تحسن من الآثار السلبية للتباعد الاجتماعي. طبعا كلنا عارفين انه فيروس كورونا منذ انتشاره، والحقيقة كلنا لابسين الكمامات وفي نفس الوقت في تباعد اجتماعي مطلوب. والحقيقة المفترض انه في انواع كتير جدا 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 بتحمي الوجه، لكن بغض النظر لا اما بتبقى بسيطه وصغيره على قد الوش او انها بتبقى الكمامه، فانت ما بتشوفش وجه اللي قدامك. والحقيقه ده بيأثر بالسلب حتى على النواحي النفسيه للانسان، لانه من المفترض انه يشوف ملامح وجهك وانت بتكلمه، زعلان، فرحان، هتضربه يعني اي حاجه المفترض انه عن طريق النظر. ربنا سبحانه وتعالى عمل كده علشان نفسيا الواحد يقدر يعرف اللي قدامه. الحقيقه بقى الشخص اللي معانا دلوقتي اسمه بابلو. بابلو بوجدن عمل وسيلة حماية جديدة، والحقيقة هنشوف الفيديو هو وزوجته هما ماشيين في شوارع بيونس ايرس وبيستعرضوا الوسيلة دي. هي عبارة عن اسطوانة شفافة، بس الاسطوانة دي بقى من أول تحت الكتفين لغاية فوق الرأس، فانت شايف كل المنطقة دي. تعالوا نشوف مع بعض. الفيديو اللي جاي مشاهدينا تحت عنوان الولايات المتحدة ولادت مهر مستنسخ بيضيء الأمل لمستقبل الخيول المهددة بالانقراض. المهر اللي احنا هنشوفه مع بعض ده اسمه كيرت. كيرت ده أول حصان
مستنسخ بنجاح على الإطلاق باستخدام مادة وراثية. المادة دي فضلت محفوظة 40 سنة. مفروض إنها بتعود لحصان من نوع بيرزي ويلسكي. بيرزي ويلسكي ده كان مهدد بالانقراض، فخدوا المادة الوراثية بتاعته دي وحطوها 40 سنة محفوظة. يعني بمعنى مبسط شوية، هو ايه الاستنساخ او مفهومه ايه؟ هو عبارة عن عملية نقل نووي للخلايا الجينية او الجسدية، ونقدر نقول ان هو بننقل الجينات بتاعة الشخص او بتاعة الحيوان او المخلوق ده، بتتنقل الحمض النووي كله بما فيه من جينات وكروموسومات، وبننقلها وبنحتفظ بيها لفترة زمنية معينة لغاية لما نعيد استخدامها مرة تانية. تعالوا نشوف مع بعض بقى كيرت ده شكله ايه بالظبط. الفيديو اللي جاي مشاهدينا مبهج إلى حد ما. صيني يدرب أسماكه الذهبية على لعب كرة القدم. الحقيقة موضوع كورونا ده وإن احنا يبقى عندنا أوقات فراغ كتير خلى الناس تعمل حاجات عجيبة شوية. في منها الحقيقة مضحك، وفي منها بيوزع طاقة إيجابية، وفي منها مفيد جدا. الحقيقة الشخص اللي احنا نشوفه مع بعض ده اسمه يانج تياتشين. هو من جي يانج بمقاطعة غوانغ دونغ. الراجل الصيني ده عمل ايه؟ هو عنده حوض ميه فيه اسماك ذهبيه زي اي حد من الناس اللي بتحب ان هي تربي هذه المخلوقات. ابتدى ينزل لهم كوره، فابتدوا يدفعوها. كل ما يدفعوها ويحققوا هدف يديهم اكل، فاصبح انهم ياخدوا الاكل ده مشروط بانهم يدفعوا الكوره ويدخلوها هدف. فضل يدربهم كده كتير كتير لغايه لما عمل الحوض نفسه على شكل ملعب كره قدم، وابتدى ان هو يدربهم اكتر واكتر لغايه لما صور اللقطات اللي احنا هنشوفها مع بعض دي، وابتدى ينزلها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت رواج شديد جدا. والغريب بقى ان الموضوع كبر، يعني كبر عنده جدا ان هو قرر ان هو يدرب فريقين بحيث ان هو يدخلهم منافسه. فتعالوا نشوف مع بعض.
الفيديو اللي جاي مشاهدينا مثير للجدل إلى حد ما. شاهد رضيع عمره 6 أشهر يتزلج على الماء. برضو بسبب موضوع كورونا الحقيقة انه في ناس كتير جدا ابتدت انها تشغل وقتها بشكل ما. بس الحقيقة انه الفيديو ده بيخلينا كده نتساءل عدة اسئلة. اول سؤال منهم، هل الموهبة دي بتولد عند الشخص نتيجة جينات بتنتقل وراثيا، ولا احيانا الاب والام اللي بيتميزوا في شيء ما بيدفعوا ولادهم دفع ان هم يسلكوا نفس الطريق ويتميزوا فيه؟ ده من احد الاسئله الجدليه. المهم في الفيديو ده هنشوف رضيع عمره 6 اشهر. بابا الحقيقه شاطر جدا في موضوع التزلج، يعني بيحترف هذا الموضوع، التزلج على الماء. عمل ايه بقى ابنه اللي عنده 6 شهور ده؟ خلاه الاول يتزلج على لوح خشبي في البيت في مكان مستوي، وبعد ما وصل لدرجه معينه من انه يقعده بشكل معين ويربطه ويخلي فيه امان، ابتدى ينزله الميه. يعني في الفيديو اللي هنشوفه مع بعض وهو موجود في الميه ووالده جنبه. الحقيقه الفيديو ده لما نزل على وسائل التواصل الاجتماعي اثار جدل اخر وتساؤل اخر. هل الاب ده مسؤول ان هو ينزل ابنه الميه ويتزلج ويقعد على الآلة دي او الحاجه دي اللي مفروض انه لازم يكون فقرات ظهره بقت سليمة، القعدة سليمة؟ هل ده ممكن يأثر عليه جسديا؟ فاتهموا هذا الأب بعدم المسؤولية. لكن الحقيقة الأب والأم خرجوا وقالوا إنه لأ، إحنا سألنا أطباء متخصصين، والأطباء المتخصصين قالوا إنه مفيش أي مشكلة ولا أي خطر من الفيديو ده. تعالوا نشوفه مع بعض وليكم أنتم الحكم. Give the kid a hand. At 6 months, his dad thinks Rich Humphreys is the world's youngest water skier. Like father, like son. Minus the one-handed crisscrossing hot dogging. Yeah. His parents had him practice on land. They enrolled him in infant swim class. But when the video of his water skiing triumph on Lake Powell in Utah went viral, making waves, Rich left controversy in his wake. Irresponsible, posted one critic. Going to be awesome when that child grows up bow-legged and suffers from pain and unable to walk properly. His parents passed on doing any more interviews, but Rich's mom, Mindy, told Good Morning America that they consulted their pediatrician. He was super impressed with how, far along Rich is. He said it's fine and to not worry about it. The American Academy of Pediatrics says kids under the age of 1 cannot effectively raise their heads to breathe, and that a supervising adult with swim skills should be within an arm's length, providing constant touch supervision. His dad, Casey, provided touch all right from the boat traveling alongside. He says doctors and a nurse were on hand, and skiing speed never went above 5 miles an hour. I really feel like the majority of criticism comes from people caring and people just being concerned and wanting the best for our child, and so honestly we appreciate that. He also appreciated supporters posting messages like, "Good parents teach their children young," and "All the haters are probably just jealous because they can't water ski." His dad was beside him the entire time, and he's wearing a life jacket. Awesome. Now that aquatic milestone has become the baby's profile picture on his very own Instagram page. His dad writes, "Take one look at this kid and tell me he isn't having the time of his life. This is a boy whose dad made him a crib in the shape of a boat. While other kids are wetting their diapers, Rich is getting his feet wet." A little bit of right, David. Very wet. Ginny Mose, CNN, New York. شفنا مشاهدينا الفيديو قد ايه الاب والام الحقيقه هم مهتمين بالطفل، بيحبوه، سعيد معاهم جدا. بس في يعني من ناحيه اخرى انه الطفل كمان محتاج انه يقف على رجليه على التزلج، وما اعتقدش انه في 6 شهور هتكون اكتملت العظام.
لكن الحقيقه هم اكيد برضو سالوا اطباء. في الاخر الفيديوهات ظهرت، ويعني ربنا يسلم اطفالنا كلنا. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده وفيديوهاتنا. يا رب ان هي تكون عجبتكم. انتظرونا ان شاء الله مشاهدينا الاسبوع القادم في نفس الميعاد ونت تي في.